السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم العيش الشامي بأسهل طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم العيش من جوه شوف عامل ازاي. دي معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة. حطهم في بولة كده وهنزل عليهم بكوباية مية. المية دافية يا جماعة عشان الخميرة تتفاعل معايا، واقلبهم ببعض كده. دي نص كيلو دقيق. انا حطيت كوبايه ميه عشان بحيث ان ما احطش ميه زياده. احط الميه بعد بقى ما الف دول، احط الميه واحده واحده. ما ينفعش احط ميه زياده عشان العجينه بتبقى متماسكه معايا. ما ينفعش عجينه طريه، ما ينفعش ابقى رباه يعني كده. لازم انا ابقى يتعجن كده. اشيل المعلقه وهعمل بايدي كده. هنزل بالميه واحده واحده، هلفه بقى كده وهعجنه معاكم. هي كوبايه ميه الاول وبعد كده تنزل بالميه حسب ما هو عايز، حسب العجين ما هو في ايدك. عشان ما ينفعش احط الميه كلها بعد كده احط ايدي كده يبقى اسمه مربوط. انا رباه وهبتدي بقى الت فيه كده. والف كده فيه والت وانزل فيه كده عجن كده. شويه زيت في ايدي بحيث ان ايدي تسلك معايا اهو، تسلك ايدي من العجينه. مش هحط ميه تاني. انا هلف بقى بشويه حطيت نقطه زيت في ايدي لحد ما يتلم معايا كده. بوريكم العجينه كده اتلمت معايا اهي. ابتدي كده اغطيه، بقول لكم اغطيه. غطيته بورقه استريتش كده خمر. حطيته ساعه، تركن ساعه لما خمر. ابتدي بقى كده هنزل اقطع فيه. وجنبيها الدقيق برضو هرش الصينيه كده شويه دقيق وابتدي اقطعهم كور صغيره عشان يديني رغيف صغير. تقطع معاكم اهو. برش الصينيه شويه دقيق غير كده بس عشان تشوفوا. ابتدي اعمل كور صغيره بحيث ان يبقى رغيف صغير. هقطعها والفها على طول بحيث ان هو ما يبقاش ملولو، يعني يبقى يتفرد معايا بسهوله. ما اقعدش الف فيها كتير. تقطعها بترتيب كده، ما تخبطيش العجينه. تقطع منها بالترتيب بحيث ان يبقى الخمر فيه. او كده خلطت قطعته. هبتدي بقى اغطيه وسيبته يرتاح شويه وهفرده بقى معاكم. ارش شويه دقيق كده وابتدي افرد الرغيف. لقيتي هتثبت معاكي تروحي رشه فيها شويه دقيق. بس حاولي تديري الرغيف وانتي بتعمليه عشان يجي مدور. متعمليش مستطيل. تلفي تفردي مره وتروحي لفه. تخلي بشوي انا بوريك السمك، خليه مليان شويه عشان يبقى معاكي. جرب معاكم واحده كمان. تفردي وتلفي. لا تشبك معاكي تروحي رشه شويه دقيق. دي مش هيعمل له حاجه، بس بسيط كده.
شوفي العجينة نفسها قدامكم عاملة ازاي، عشان خدتها باللت. اي عجين معجنات ما ينفعش تربي فيه، تحطي الحاجة مرة واحدة وتقعدي كده تحطي، لا لازما تاخديه واحدة واحدة بحيث انها تتلت معاكي حلو، فتديكي الحاجة النتيجة حلوة. كده انا جبت قماشة وحطيتها على الصينية، وابتديت احط اللي انا فردته اهو، هرصه على الصينية وهرجع اغطيه. بقولكم انا بعد كده هرجع اغطيه، اللي انا عملته من ديك هعمل واحدة كمان، وبعد كده اسيبه بعد ما اغطيهم احطها واغطيهم اسيبهم بقى يرتاحوا يعني يخمروا، بحيث انها تديني الخمر تاني. ولو ما عندكيش فرن ممكن تطيبيه من فوق البوتاجاز من فوق على صينية ألمونيا كده، تحطيها تسخن وتحطي الرغيف وتقلبيه، هيتفرد معاكي برضو وهيقب من تحت لفوق. كده بقولك انا خلصت وغطيته وغطيت التاني، هسيبهم يرتاحوا ويخمروا وارجع ابتدي اطيبهم بقى. رصيته في الصاج قدامكم اهو ودخلت الفرن. دي الفرن غبيس، عندك فرن بوتاجاز برضو ممكن تحطيه تحت وبعد كده ترفعيه في الشوايه هيقب معاكي. شوفوا قدامكم اهو، حطيته في الصاج وحطيته في الفرن ابتدى يقب كله. همسك الصاج الفه. تحريك العيش في الفرن بيدي ارتفاع، بيخليه يقب. يعني اي رغيف حتى اللي بخبز في الفرن البلدي اللي هي عيش غبزان ده، اللي هي عيش انا في فرن البلدي بحركه بالنشو وبيديكي الارتفاع. وادي العيش بعد ما خلصته ادي قعره وادي وشه، ميغلبش خالص واسهل طريقه. ده العيش الشام اللي عايزين ياكلوه في السحور او فطار. افتح معاكم الرغيف كمان اهو، اشوف العيش من جوه عامل ازاي. كل سنه وانتم طيبين.